الغضب من اكتر المشاعر اللي بتبقى محيرة ناس كتيرة جدا. يمكن علشان كده في ناس بتتجه ان هي تكتمها، وناس تانية بتتجه ان هي مش انا حاسة بالغضب يبقى خلاص هنفجر واللي يحصل يحصل ماليش دعوة. الكتاب المقدس بيرشدنا حلو جدا جدا عن ازاي نتعامل مع الغضب. قال آية رائعة، قال اغضبوا ولا تخطئوا. ممكن اغضب، لكن مهم انا بدير الغضب بتاعي ازاي او بتعامل مع الغضب بتاعي ازاي، وهي دي اللي بتفرق جدا جدا في النتائج بتاعه الغضب. اول حاجه، اول ما تحس بمشاعر الغضب انسحب. وطبعا مش بقصد هنا تنسحب للابد او تنسحب لفترات كبيره، انسحب لحظات او دقايق لحد ما تهدى وتقدر ترجع تاني تواصل. لانك لو وصلت وانت غضبان غالبا النتائج بتبقى مش ايجابيه، واعتقد ناس كتيره يعني مرت بالموضوع ده وعارفه قد ايه لو الانسان استمر يكمل حوار مع الشخص وهو غضبان قد ايه هو ممكن يخسر حاجات كتير. تاني حاجه، بعد ما اهدى اتكلم مع ربنا، يعني اتحاور مع ربنا واقول له ايه الحاجات اللي مخلياني غضبانه، ايه الحاجات اللي وجعاني، ايه الحاجات اللي خلتني انا واصله لمرحله الغضب. مهم جدا وانا بتكلم مع ربنا عن الغضب ان انا ما اقعدش الوم نفسي واقول يا ريتني ما غضبت، يا ريتني ما حسيت بالمشاعر دي. المشاعر دي زي ما قلنا في الاول مش هي المشكله، فانت ما تلومش نفسك، ما تحسش لا انت المفروض ما اغضبش ولا ازاي ان انا اغضب. لا، تقبل ان انت انسان، وتقبلي انك انت انسانه. وارد جدا انك انت تحسي بمشاعر غضب نتيجه حاجات كتيره جدا، ممكن نتيجه احباط، نتيجه وجع من حاجه معينه. عارفين لما نقعد نصلي كده قدام ربنا ونطلع كل اللي في احشائنا، يعني زي ما هو، عارفين مش بنجمل الكلام، يعني مش هقول له يا رب انا مش عايزه اغضب بس انا اضطريت، لا انا هقول الحقيقه بقى، انا متضايقه، انا غضبانه، ايه اللي وصلني للغضب، ايه اللي ضايقني، ايه الحقيقه اللي جوايا، هل انا عايزه اسيطر قوي فانا دخلت في الغضب مع الناس، هل انا خايفه فابتديت اغضب من كتر ما انا خايفه. في حاجات كتيره جدا ممكن توصلني للغضب، فعشان كده مهم ان انا افحص ذاتي. واخر حاجه طبعا هقولها ان انا مش معنى ان انا حسيت بالغضب ان انا خلاص هكتمه بقى ما اقولش ولا هكتفي بس بالصلاه، مع ان الصلاه بتنقلني لمراحل قويه، لكن في خطوه مهمه جدا جدا وهي ان انا اروح للشخص ده واتكلم معاه. بس في فرق بين ان انا بتكلم مع الشخص والومه واقول له انت اللي غضبتني، انت اللي عملت فيا، وانت اللي ضايقتني، واروح اهجم، وفرق كبير جدا بين ان انا اقول له انا متضايقه، اعلن عن مشاعري واحتياجي. احتياجي انا ايه؟ انا اقول له مثلا انا محتاجه منك 1 2 3، لكن لما اروح اهاجم الشخص واقول له انت سبب في غضبي، انت اللي تعبتني، انت اللي ضايقتني، انا زهقت من التعامل معاك، طبعا الحوار هيتقفل، وبعد كده نرجع نقول ايه، طب ما انا عاتبته وهو ما رضيش يسمعني. هي مش الفكره في انا بس بعاتب وخلاص، لكن طريقه الكلام وانا بقول احتياجي وانا بقول مشاعري، فانا بعبر عن نفسي من غير ما هاجم الاخر، من غير ما اتهمه. نقدر ندير غضبنا ب5 نقط بس او 5 خطوات بس. ابعد عن الحاجه اللي مخلياني اغضب في الوقت نفسه، واحكي مع ربنا واصلي عن غضبي ومشاعري، ما اجلدش نفسي لاني غضبانه او حاسه بمشاعر الغضب، ان انا اطلع كل اللي جوايا لربنا زي ما هو من غير ما اجمله. واخر حاجه ان انا اروح للشخص اللي هو حاسه بالغضب ناحيته واقول له على اللي غاضبني، بس من غير لوم ولا تجريح ولا اتهامات. وامين ربنا يساعدنا كلنا ان احنا نعيش حياه فعلا نقدر فيها ندير غضبنا بطريقه صح، ويبقى الغضب بتاعنا ليه نتائج ايجابيه، مش نتائج تاثر بشكل سلبي على حياتنا.